السلام عليكم ورحمة الله. توصل الرجاء البيضاوي لصيغة توافقية من أجل فسخ عقد لاعبها المصري عمرو وردة هذا الصيف. وعلم من مصادر إعلامية أن مجلس إدارة الرجاء عقد اجتماعا مع وردة من أجل الوصول لحل مناسب للطرفين، وكان وردة قد انضم لصفوف الرجاء هذا الصيف في صفقة انتقال حر، لكنه باغت الفريق بطلب الرحيل بسبب الضغط والإصابة. وذكر مصدر خاص أن هناك بعض الأنباء حول حصول عمر وردة على عروض أخرى، الأمر الذي دفعه لطلب الرحيل عن الرجاء. وكان الرجاء يعول على تجربة عمر وردة من أجل تقديم الإضافة المطلوبة للفريق المغربي في الموسم الجديد. ويعتبر عمرو وردة ثاني لاعب مصري يغادر الرجاء دون خوض مباريات بعد عمرو زكي الذي فعل نفس الأمر في 2014. وتعرض عمرو زكي لإصابة كبيرة وقتها واضطر للخضوع لجراحة، مما أدى لخلاف مع مسؤولي الرجاء، وتم فسخ عقده مع الفريق بعد أشهر قليلة من التعاقد معه.